فوق ال 60. تسمحي لي حضرتك فشعب في مقاطع على دي بس خالد بعد اذنك اللي هي ايه حتى من مساوئ النظام السابق يقول لك احنا بنشجع الشباب، احنا هنحاول نخلي الشباب ان شاء الله يبقى لهم مكانه في المستقبل. ولما جه دور الشباب والشباب خدت المكان ده غصب عنهم مش مزاجهم، بقى في منهم ناس النهارده يقولوا ايه مين الولاد دول؟ مين الولاد دول؟ ده شباب صغير ازاي شباب ده يحرك الدنيا كده وقاعد طالع فضائيات وبقى نجوم سينما وكل يوم في برنامج شكل وكل يوم في بتاع شكل. طب ما انتوا يا جماعه اللي بقالكم 30 سنه بتقولوا لنا احنا بندور على الشباب وبنشجع الشباب وعايزين الشباب تبقى لها مكان في لما الشباب بقى لهم مكان عاوزين الشباب يرجعوا ورا تاني ونجيب برضو العواجيز تاني مع احترامنا للشيوخ بس انا اقصد النظام السابق يعني نجيب تاني والشباب يقعدوا في البيت يتفرجوا. لا هم كان عندهم الشباب فوق ال 60 هم عندهم هم لسه احنا هنشوف شاب دلوقتي معانا كده على فيديو VTR. يلا لا نملك ان نعفو فالذي يعفو عن شيء يملكه ومقدرات هذا الوطن لا يملكها شخص بعينه حتى يتنازل عنها. دماء شهدائنا لا يستطيع شخص بعينه ان يتنازل عنها، ولو فعلنا لكانت خيانة عظمى ولحاكمنا التاريخ ولحاسبنا الله عز وجل في الآخرة على التفريط في هذه الأمانة ولن نفرط فيها ما حيينا. وإنني وأنتم أيها المصريون كلنا مشاريع شهداء، كلنا خرجنا في هذا الميدان لننادي بالكرامة والعزة والحرية واسترداد أموال الوطن، وفقدنا ما فقدنا ولن نتنازل عن مبدئنا أبدا. وإن ثورة 25 يناير لا زالت مستمرة وستستمر حتى تحقق المبادئ. قالوا حوار وطني، قلنا نعم، كلنا نحب الوطن وكلنا على استعداد ان نفعل اي شيء لمصلحة هذا الوطن. وذهبنا ووجدنا ان الحاضرين ان معظم الحاضرين ان بعض الحاضرين من رموز النظام السابق الذي خرجنا لنحاكمه ونطلب